السلام عليكم شميعاتي. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. اول حاجه نطلب منكم واحد الطليبه الا كان ممكن ديروا ابوني ديروا جيم باش هكا يطلع الفيديو ديالنا وان شاء الله يكونوا عندنا ناس جداد اللي يستافدوا نيت من القصص اللي كان نحطو في القناه. اليوم غنبدا معكم قصه. نبدا. هذه 3 سنين وانا قاطع الهضره مع خويا الكبير، وهذه 3 سنين ما شفت دارنا واخا كتفرقني عليهم غير 150 كيلومتر. القصه كلها بدات نهار مشيت خطبت واحد البنت اللي تعرفت عليها ودامت العلاقه ديالنا عامين. هاد البنت انا كنت كنحماق عليها، كانت هي كل شيء في حياتي، بنت في منتهى الاخلاق وبنت الناس، صبرت عليا حتى وقفت على رجلي وليت قادر ندير حتى انا كيف كنقولوا داري ونهزها وداكشي. المهم كنت مشيت خطبتها، دازت الحمد لله الخطبه مزيان. نسابي كانوا حتى هما ناس دراوش الله يعمرها دار، قدروا ظروفي وما تشرطوش عليا لا في صداق لا في عرس. وحتى خطيبتي قالت لي نوجدوا دارنا وندخلوا لها، ما كاينلاش نخسروا الفلوس في العرس. ولكن من نهار الخطبه واحد الحاجه وقعت. خويا الكبير كل مره كيقول لي هاد البنت ما تصلحش ليك، هاد البنت دارهم على قد الحال، هاد البنت ما زويناش، ولكن ما ديتش على هضرته وكنت كنقول ليه هي اللي بغيت وهي اللي غادي نتزوج بها. المهم دخلنا لدارنا، كانت الايام كدوز زوينه، عشت معاها كيف كنقولوا احسن ايامات في حياتي. كانت مهليه فيا وفي دارها، كانت بنت الله يعمرها دار. عشت معاها الحب اللي ما عشتوش عمري ما شفتو في حياتي، عشتو معاها. كنا عايشين بحال في شي حلمه زوينه. وكان خويا وقت ما يجي عندي يصدع ليا راسي، كل مره كنتلاقاه يبدا يعيب في مراتي في شنو دايره لوجهها شنو لابسه، مع انها كانت دايره الحجاب ومرتي من النوع اللي ما كديرش المكياج. المهم مع الوقت هادشي غيزيد، انا ما نعاودش لكم الديتاي بزاف، ولكن نعاود لكم شنو وقع ليا باش تاخذوها ك كفكره في راسكم. ماشي اي حاجه تقالت لينا كنسمعوها، ماشي اي واحد قال لينا واخا يكون مهما كان القرب ديالو لينا حاجه حنا ما كنشوفوهاش بعينينا ما نحكموش. هادشي اللي غنقول لكم. مع الوقت زاد هادشي على حدو، خاصه ملي ولا كيجي عندي للدار كيعيب على كل شيء، الماكله التنظيم ديال الدار كل شيء. هادشي مع الوقت غيخلق لي مشكل مع مراتي، حيت بلا ما نحس داكشي ولا عندي بحال الشيطان اللي تيبقى يحكي عليك حتى كتولي نتايا كتخرج داكشي بزاف. وليت داكشي اللي كيديروا خويا وكيقولوا ليا حتى انا كنديرو وكنقولوا لها. المهم ولينا ديما انا وياها في الصداع، وحتى خويا ما كانش مقصر، كل مره كيزيد ليا فيه. وحتى انا بيني وبينكم كنت حمار حيت كنت كنسمع ليه وكان كيأثر فيا، حتى وليت كنشوف المراه اللي كنت كنموت عليها ومستعد ندير اي حاجه على ودها بحال شي وحده اللي ما بقيتش قادر نعيش معاها. ومع المشاكل بزاف صافي ما بقيتش نستحمل العيشه معاها، وفي الاخر انا وياها طلقنا. تأزمت من بعدها بزاف وقررت نتحول من المدينه ومن الدار اللي كنا جالسين فيها انا وياها، لان كانوا عندي الذكريات بزاف. طلبت ميوطاسيون في الخدمه وحولوني لمدينه اخرى بعيده بشي 150 كيلومتر. بديت كنسى وبديت حياه جديده في مدينه جديده، وما كنتش كنحمل نمشي لدارنا حيت كلشي كان كيفكرني فيها. واحد النهار ما عليا ما بيا خدام حتى عيط ليا واحد صاحبي، وهو في نفس الوقت صاحبي عشيري وفي نفس الوقت كان جارنا. كيسول فيا كي داير مع الزمان وعلاش شحال هادي ما بقيتش كنجي للحومه وما كنجيش لدارنا. فهضرت وكنت حسيت بيه بحال باغي يقول لي شي حاجه وحله ليه. المهم بقيت عليه حتى قال لي
كان قال لي راه فلانه تزوجات. تصدمت وبقى فيا الحال، واخا راه هو من حقها، ولكن ما كانش داز على طلقنا بزاف، وبالزربه نساتني ونسات ما دوزنا. قلت له اخويا الله يسهل عليها، حقها هذاك، وهي بنت الناس تستاهل. وانا هكاك السيد مازال كنحس واحله ليه الهضره، وما قادرش لكن ما بينش، وبقى كيأكد عليا باش نزور دارنا ونتلاقى به ونجلس كيف شحال هادي. صافي قطعت معاه، ولكن الشك دخلني، كنقول شي حاجه كاينه وهضره واحله ليه في حلقه باغي يقولها ما قادرش. قررت قلت عرفتي شنو، هاد الويكاند ندير مفاجاه للدار ونمشي نشوفهم ونتلاقى نيت بداك صاحبي. شديت الطريق ووصلت للدار، دخلت لقيت الوالده واختي. ملي شافوني بحال تصرفقوا تصدموا، كنت كنتوقعهم ما يفرحوا حيت شحال هادي ما شافوني، واخا التليفون ماشي بحال. المهم ما فهمت والو، دخلت لبيتي بدلت حوايجي وجلست حدا الوالده، سولتها على خويا الكبير وصافي، وبقيت مجمع معاها. واحد شويه كنسمع السوارت. خويا دخل والباب تحل. قلت لها عمرو طويل هاد العفريت وانا كنضحك. دخل خويا وهنا غتكون الصدمه ديال عمري. ما تيقتش عينيا، كنقول يمكن كنحلم. خويا الكبير من النهار اللي مات الوالد وانا هو ولا بالنسبه ليا في بلاصه الوالد. خويا اللي كان بالنسبه ليا المثل الاعلى، خويا اللي مدمي ولحمي، داخلوا معاه البنت اللي بغيت، البنت اللي كانت عايش معاها اجمل حلم واللي كنت كنموت عليها، واللي بالغباء ديالي سمعت لخويا والتنقنيق ديالو وخسرتها بسبابه. البنت اللي طلقت وتزوج بها خويا، لا ودار ليها عرس كبير كيف كيتمناو كاع البنات، دار ليها كاع داكشي اللي ما قدرتش انا ندير ليها. خويا اللي شحال وانا كنتحايل عليه باش يتزوج ونفرحوا به، صدق تزوج ليا بالبنت اللي كانت سباب هو في طلاقنا. درت عند الوالده وقلت ليها اش هادشي دار ولدك وانتي في راسك؟ ما قدراتش تهضر لا هي لا اختي. هو يهضر خويا الكبير العريس قال لي احنا ما درنا حتى حاجه حرام، تزوجنا على سنه الله ورسوله. وما حسيتش براسي وبديت كنغوت والدموع في عينيا، وكنقولوا دابا ما بقاتش ما لايقاش، ما بقاتش ما زويناش. ما حسيتش حتى الدموع هبطوا ليا، ما حسيتش حتى الدموع بداو كيهبطوا ليا. خرجت من الدار كنجري وبقيت كندور في الزنقه بحال شي حمق. مشيت عند هذاك صاحبي اللي كان عيط ليا، يلاه بغيت نعاود ليه، لقيت فراسو كلشي. وقال لي حتى واحد من دارنا ما هضر معاه، ما قالوا السراح حشومه هادشي خليتي بنات الدنيا كلهم، ما بانت لك غير طريقه ديال خوك. هذيك الليله ما نعستش حتى طلع النهار. قلت لصاحبي يمشي للدار يجيب لي الصاك ديالي، وصلني المحطه، توادعت معاه ومشيت في حالي. هذه دابا 3 سنين ما عاودتش حطيت رجلي تماك، ما عمرني ما عاودت هاد الهضره لشي واحد. اشنو غنعاود الشوها والضحك؟ ولكن اليوم قررت ننشر القصه ديالي باش الناس تستافد منها. اليوم جاني خبار ان خويا تزاد عنده ولد، ولد من السيده اللي كانت واحد النهار مراتي، واللي كنت كنتمنى ربي يعطيني معاها الذريه. اليوم دارت الذريه مع خويا. محال واش نقدر ننسى هادشي اللي دار فيا، ومحال واش نسامحه ولا نسامح الوالده، ولكن نستاهل حيت انا اللي درتها لراسي. وكنت عاطي ودنيا لخويا اللي كان ديما كينق كينق كينق، وانا ما عارفش وما عايقش بانه هو من الاول كان معجب بمرتي. ولكن خساره، حتى خسرتها عاد فهمت هادشي كامل باش عمر شي واحد ما يسمع لشي حد اخر كيف ما بغى يكون القرب ديالو. كيف قلت لكم في الاول، ما تسمعوش حيت ما كتعرفوش. انت مادام عايش راه بزاف الناس غايرين منك، بزاف ديال الناس حاسدينك. والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق يا ربي. اليوم القصه بلا اسم بلا حتى حاجه، ما بغاش تذكر باش ما يتعرفش من حقه.
بصح ما الواحد ما خصوش كاع يبقى يدير نهائيا الثقه، حيت ما كتعرفش الواحد واش باغي لك الخير ولا ما باغيش ليك. المهم على اي حال الله يعوضه هو خير. المهم البنات نخليكم ان شاء الله حتى القصه الجايه. ما تنساوش لايك الفيديو واشتراك، وتهلاو فراسكم. باي باي.